في اتفضلي اتفضلي. مهندس خالد. ايوه. المهندس ممنوع على الاستاذ المهندس خالد ما يستقر على رأيه. اتفضل. عندك المايك اهو وسريعا. اسمي المهندس ممدوح بدوي، عضو طبعا لجنه شباب بيت العيله اللي بشتغل فيه. اولا انا في البدايه خالص ما كنتش عارف يعني انا مهندس وطول عمري غاوي علم زي ما بيقولوا كده. ففي فرق كبير قوي بين الواحد يبقى بيتعلم وان هو بيتثقف. دي حاجه اتعلمتها من الساده الافاضل، من بدايه تعرفي طبعا لاستاذي الدكتور موسى عباس وتشريفي ان انا ابقى عضو في لجنه شباب بيت العيله. بدات اعرف يعني ايه ثقافه، بدات اعرف ان في فرق كبير قوي بين الثقافه وبين العلم. لان الثقافه حاجه مطلوبه، وطبعا برضو من ملتقى الهاجر اللي بصراحه يعني علامه بعتبرها في مصر ان احنا فعلا اتعلمنا منها حاجات كتيره لدرجه ان الواحد ما عادش يقدر ما يحضرش. فيعني الدكتوره ناهد برضو يعني فعلا اثرتنا وادتنا كتير قوي وعرفتنا الثقافه في جميع الاتجاهات. لان الثقافه بس مش ان انا كمهندس ابقى شاطر في الحته دي، لا، ده ممكن ثقافه التعامل مع العمال، ثقافه التعامل مع الناس، ثقافه سلامه وصحه مهنيه. كل دي ثقافات لابد ان هي بتكون الشخصيه المصريه. كمان انا بس عايز اشكر الدكتوره ناهد كمان، لان هي سبب ان انا يعني عملت عمل تطوعي وهو برنامج اسمه برنامج ثقافه المواطن. وكانت هي سبب الدكتوره ناهد، كانت هي الفكره منها. وبشكرها طبعا، وبشكر كمان هنا القصه أرضية مكرم والدكتور موسى عباس، وبشكركم. وبرضه عايز برضه أأكد إن العمل التطوعي يعني برضه حاجة جميلة جدا إن إحنا يعني فعلا ننقل الأفكار الجميلة اللي موجودة في اتقالت في المنصة النهارده للناس اللي ما تعرفش. هي دي الثقافة، هي دي دورنا بقى. هو دورنا كلجان يعني ناس مهتمين بعمل تطوعي ان احنا ننقل الكلام ده، ممكن من خلال اعلام، ممكن من خلال نشره على صفحاتنا، عشان خاطر كل الكلام ده يوصل للناس بفئه اكبر. لان انا برضه يعني ممكن اعترض شويه، مش اعترض يعني. العمل التطوعي هو مش بدون مقابل. اولا هو له مقابل جميل جدا وهو يعتبر زكاه عن صحه الانسان. ثانيا كفايه جدا ان الواحد لما يعمل عمل تطوعي لحد ويشوف يعني مدى السعاده اللي هو عمل، يعني كان سبب في التطور بتاعه. فالعمل التطوعي برضه لابد ان هو نبقى عارفين ان هو طبعا بيساب. يعني انا مش هقدر اضيف في الحته دي دينيا يعني، بس يساب وليه اثباتات كتيره جدا. واحنا كل الفكره كلها ان بس اللي مش عارف ان في ليه مقابل يبقى عارف المعلومه دي. ساعتها بقى هيبدا يشتغل على نفسه، ويبدا ان هو يشارك في المجتمع، ويبدا يتعامل ويعمل عمل تطوعي. هيبقى ليه اجر. بالتالي هيبقى متشجع وهيبقى حاسس بالاحساس اللي احنا حاسينه كلنا كلجنه شباب بيت العيله وكمتطوعين، ان احنا فعلا، لان والا ما كناش بنكمل. احنا فعلا يعني انا حاجات كتيره بعملها وببذل فيها مجهود وببذل فيها وقت، وقلت انا بعمل كده ليه؟ وبعدين قلت مش هعمل كده تاني، وبعدين برجع اعمل تاني. ليه؟ لان الواحد في مقابل، في مقابل سعاده عندي مش هقدر ان انا ما اكملهاش. ده اللي انا عايز اوصله، واشكركم طبعا وبشكر الدكتور. شكرا جدا. شكرا. معالي المهندس خالد اتفضل. واحد يتواضع ويتفضل. شوف على ده بيسأل التطوع. مساء الخير طبعا على المنصه الكريمه جميعا. مساء الخير على الحضور. انا مهندس، يمكن ما تعاملتش في العمل التطوعي بشكل مباشر، ولكن هو زي ما معالي الدكتور قال وابونا قال ومعالي الدكتور برضه قال قبل كده، هو في الجين بتاعنا. وهو يمكن على المستوى القريب احساسنا، ويمكن برضه في مكوناتنا احنا كشخصيه مصريه عندنا قصه التكامل. والله هو انا كان في حاجه كنت عايز اقولها، بس كنت متردد ان انا اقولها الحقيقه. فيما يخص برضه قصص التكافل والتعاطف اللي هو على المستوى الانساني بشكل عام. حضرتني حكايه كده، يمكن حضراتكم بتتكلموا على الدول المحيطه بينا ومدى تعاطفها ومدى تفاعلها حتى مع الازمه اللي موجوده.
ازمه غزه، اهالينا في غزه طبعا يعني. فكان في حوار كان بيني وبين صديق، انا مش عايز اقول هو في انه بلد يعني، ما يعني مش مجالنا دلوقتي ان هو في انه بلد يعني، بس هو قال لي كلمه، الحقيقه الكلمه دي تعبتني قوي او اثرت فيا بشكل كبير قوي يعني. وهو احنا تعرضنا لده قبل كده ومحدش تعاطف معانا. كان ظني او كان احساسي ان اي بني ادم، الشعور الانساني الطبيعي اللي عند اي بني ادم، ان هو لما بيحس بالم اكيد هيحس بالم الاخرين. ومش عايز اقول يعني البلد دي مش بعيده، يعني هي مش بعيده عن الاحداث اللي بتحصل في غزه، ومش بعيده عن الالم اللي بيتألموا اهلنا في غزه دلوقتي، لان هو اوريدي هم اتألموه وبيتألموه. من ناحيه ثانيه طبعا عكست الموضوع على الحاله اللي احنا عايشينها هنا طبعا في مصر، وقد ايه الاندفاع الشعب اللي كان اساسا بتدفعه العاطفه قبل ما نتكلم في الحركه طبعا، يعني على المستوى السياسي وعلى مستوى الدول والمؤتمرات اللي بتتعمل. لا، الشعب، الحراك الشعبي اللي كان موجود والناس قد ايه اتحركت. احنا لينا عندنا ناس بايتين على الحدود مع رفح، كان كل همهم ان هم يبقوا متابعين الحاله ومتواجدين اول باول علشان يطمنوا، علشان يعرفوا ان الحاله وصلت لحد فين. هي الحكايه بس اللي انا كنت عايز يعني الفت الانتباه ليها او اتكلم فيها، هي قصه ان احنا مكوننا الطبيعي، ان احنا مش تعاطفنا مش داخلي ما بيننا وبين بعض، مش بيظهر في الازمات وبس، لا ده هو في الازمات على المستوى الداخلي والازمات اللي على المستوى الاقليم والمحيط بتاعنا، اللي هو في وقت من الاوقات ربطانا بيه في رابطه، ربطانا بيه سواء رابطه دم، نسب، دين، بس فده اللي انا كنت حابب ان انا يعني اتكلم فيه. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا مهندس خالد. استاذ العيوني هشام.